وتاني مشكلة للأمهات بعد خلع الحفاض هي إزاي نعود الأطفال إنهم يناموا لوحدهم في الأوضة. الحقيقة كلنا بنهتم بالموضوع ده جدا وبنشتكي منه كتير، لأننا بنرجع ونقول الطفل بعد ما عودناه بيقوم برضه بالليل يعيط وعاوزني أفضل جنبه. طب عارفين السبب في كده إيه؟ إحنا للأسف بنهتم بجزء واحد بس، هو إزاي نعود الطفل إنه ينام لوحده أو يروح في النوم، وبعد كده إحنا بننسحب من المكان وبنسيبه، ومبنهتمش خالص بإن الطفل ممكن يقوم ويصحى بالليل عاوز يشرب أو يدخل الحمام، فبيتفاجئ إن محدش جنبه فبيبدأ يعيط ويزن. إحنا للأسف بننسى أهم جزء، هو إزاي ندرب الطفل إنه لو صحي بالليل لوحده إزاي يلبي احتياجاته وطلباته. وعلشان خاطر فعلا الطفل ينام لوحده وينفصل عن الأم، فالانفصال ده هيتم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي الانفصال الجزئي، وفيها بندرب الطفل إنه ينام بعيد عن الأم، بس تبقى الأم في نفس المكان في نفس الأوضة مع طفلها. يعني مثلا لو الأم متعودة إن طفلها بينام في حضنها هتبدأ تبعده عنها شوية بس في نفس السرير، وفي مرحلة تانية هتنام هي على سرير تاني بس في نفس الأوضة علشان الطفل لو قام واحتاجها بالليل. والمرحلة التانية هي الانفصال الكلي، يعني الطفل في أوضة والأم في أوضة تانية، والمرحلة دي بنوصل لها لما الطفل بيكون قادر إن هو يلبي احتياجاته لو صحي بالليل لوحده.